السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض وصفة جديدة بس طعمها رهيب. اعتقد ان مفيش حد مش كلنا بنحبها. بس اللي مش بيحبها لو جرب الطريقة دي هيحبها وهيحب الوصفة قوي. هنعمل مع بعض الارانب هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة خالص، بس مميزة جدا بتكات اول مرة تعرفيها وهتعتمديها على طول. وطبعا الارانب ما تنفعش من غير ملوخية. معايا بقى ارنب كده. ارنب ده شمرت، ابتديت ان انا غسلته كويس جدا جدا بملح وخل وليمون. وطبعا بعد ما بغسله ببتدي ان انا انقعه كده في شوية مية حوالي نص ساعة، علشان المية دي بتبتدي ان هي تخليه حجمه ده يتضاعف. في حلة بقى على النار ابتديت ان انا اضيف معلقة كده من السمنة، وضفت سمنة بلدي علشان بس يعني تخلي الريحة حلوة قوي وتديها طعم ونكهة حلوة جدا. نزلت بقى الارنب كله كده، وبعدين اسيبه لحد ما ياخد لون ذهبي من الجنبين. انا عايزه يبقى لونه ذهبي كده وحلو زي ما حضراتكم شايفين. بكون بقى مجهزه البهارات اللي انا هضيفها عليه. هنزل ملح، وبنزل شويه كده صغيره من السكر هتدي طعم حلو قوي، وكمان بتساعد ان السوا بتاعه بسرعه. وبنزل كمان ورق لوري وحبهان وكام حبة كده من الفلفل الأسمر. احنا مش عايزين الشوربة بتاعتنا تكون غامقة. وضفت كمان طماطم وجزر وبصل مقطعاهم كده وضفتهم. هبتدي ان انا اشوحهم كويس جدا مع الارنب، وبعدين بعد ما بيتشوحوا ببتدي ان انا انزل بمية مغلية زي ما حضراتكم شايفين كده. اول بقى ما المية بقى بتغلي مع الارنب كده، هبتدي ان انا انزل حاجة بسيطة خالص من الفلفل الأسمر والكمون المطحونين، يعني شوية كده بسيطة جدا جدا. وبعدين بغطي عليه واسيبه يستوي براحته خالص على نار هادية. هو مش هياخد وقت خالص علشان هو ده شمرت كده، يعني أرنب صغير في السن، فمش هياخد وقت خالص في السوا. هنجهز بقى الرز. ضفت كده شوية من الزيت وابتديت ان انا انزل شعرية. هقلب بقى فيها لحد ما تاخد لون ذهبي، ويفضل انك تقلبي على نار متوسطة علشان الشعرية بتاعتنا ما تاخدش لون بسرعة وتبتدي ان هي تبقى غامقة معانا. طبعا لو غامقة الرز هيبقى شكله وحش وكمان طعمه مش حلو خالص. فاقلب بقى بالراحة كده وعلى طول لحد ما يعني يكون لونها ذهبي. ونزلت كوباية كده من الرز. وبعدين هبتدي ان انا اشوح الرز ده كويس جدا. هضيف بس الاول شويه كده من الملح، وده بس اللي بضيفه على الرز. اقلب بقى كويس جدا جدا لحد ما الرز ياخد لون، يعني يتشرب كده من الدهون اللي انا ضفتها. ويكون يعني زي ما انتم شايفين كده اتغلف كويس جدا جدا. بعدين هبتدي ان انا اضيف عليه الميه. انا عندي الرز كل كوبايه رز بتاخد كوبايتين من الميه. انا بضيف كوبايتين من الميه وساعات بزود كده حوالي ربع كوبايه كمان، علشان الرز اللي عندي بياخد سوا كتير جدا جدا على ما بيستوي. بتأكد بقى ان انا ظبطت الملح، وبعدين بغطي الحلة لحد ما الرز يبتدي ان هو يغلي. وبعدين لحد ما يتشرب كده المية بتاعته، وهوطي عليه واسيبه يستوي على نار هادية تماما. هجهز بقى شوية كده من شوربة لسان العصفور. حلة كده ضفت فيها معلقة من الزيت وحوالي يعني نص معلقة من الزبدة. ونزلت بقى لسان العصفور على حسب الكمية طبعا اللي انتي هتستخدميها، او على حسب عدد افراد اسرتك هتعملي كمية لسان العصفور والرز برضو. هبتدي ان انا برضو اقلب فيه لحد ما ياخد لون ذهبي. ويفضل في لسان العصفور انك مش تضيفي الشوربة اول ما يبتدي ان هو ياخد لون. يعني لا، نبتدي ان احنا نشوح فيه كويس جدا وياخد لون ذهبي كده حلو، علشان لما بتزود الشوربة بيبتدي ان هو يفتح كده معانا شوية. فانا عايزه وانا باكله احس برضو اشوف اللون بتاعه ان هو ذهبي كده ويبقى طعمه حلو. وكمان كل ما بنديله لون ذهبي بيبقى ليه ريحه وطعم حلو جدا. هنا بقى لسان العصفور خد لون ذهبي زي ما حضراتكم شايفين. ابتدي ان انا ازود عليه شويه كده من الشوربه، شوربه الارانب اللي بتستوي كده معانا يعني. وانا هنا بسيبه يغلي غلوه واحده وبعدين بطفي عليه. وبيكمل سواء على البخار. وقت تقديم الاكل بزوده شوربه. وبولع عليه لحد ما يغلي غلوه واحده، وكمان بطفي عليه ويكون جاهز معانا. هنا برضو الارانب جاهزه معانا. شايفين اصلا لون الشوربه تحفه جدا، حلوه قوي قوي. يعني ريحتها وطعمها كان حلوين قوي. والارانب هنا برضو استوت. هبتدي ان انا اطلعها كده واسيبها بس يعني تتصفى كده من الشوربه بتاعتها. وبعدين هبتدي اني في طاسه. هبتدي ان انا اجيب طاسه كده
واحط فيها شويه زيت، وابتدي ان انا احمر الارانب واديها لون دهبي كده حلو علشان تفتح نفسنا واحنا بناكل. هابتدي بعد كده زي ما قلت لحضراتكم ان انا اجيب طاسه واحط فيها كده شويه من الزيت، وابتدي ان انا احمر الارانب. ممكن تحمريها في الفرن، بس يفضل يعني في كده في شويه من الزيت علشان بس الارانب ما تنشفش معانا. فالفرن طبعا بينشف الحاجه شويه. زي ما انتم شايفين لونها ذهبي وحلو جدا جدا، طعمها كمان كان روعه. الطريقه دي سهله وبسيطه، بس بتخلي الطعم حلو جدا جدا. هابتدي بقى ان انا اشيل كده كل الارانب دي، قطع الارانب من الطاسه يعني، وكمان الرز كان استوى معانا. هابتدي بعد كده ان انا اعمل الملوخيه. في حله كده ابتديت ان انا اضيف معلقه من السمنه البلدي، هتدي طعم حلو جدا جدا للملوخيه. وابتديت ان انا اضيف معلقه من الثوم المفروم. هبتدي ان انا اسيبه لحد ما ياخد لون ذهبي مش محروق، يعني ريحته تطلع ويبقى اصفر كده شويه. طبعا الكاميرا كانت فصلت في اللحظة دي. ضفت شوية بسيطة من الكزبرة الناشفة، وبعدين ضفت شوربة اللي هي المرقة بتاعة الأرانب. هنا معايا الملوخية دي ملوخية أصلا مفرزة، يعني بتبقى مجمدة. سبتها لحد ما يعني تتفكك كده براحتها، وضفت عليها كمان نص معلقة كده من الثوم المفروم الني، مش متشوح خالص، بيديها طعم حلو قوي. والملوخية هنا كمان يعني اتفككت معايا تماما في طاسة كده او طبق. ابتديت ان انا اضيف معلقة من السمنة وشوية كده بسيطة من الزيت، وابتديت ان انا انزل عليها معلقة كبيرة من الثوم المفروم. هفضل اقلب فيه لحد ما ياخد لون ذهبي حلو زي ما حضراتكم هتشوفوا كده. بعدين هبتدي ان انا انزل عليهم نص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة. وبعدين هيكون كده جاهز معايا التوم بقى ده اللي انا هضيفه على الملوخية. دي طشة كده اللي انا هضيفها على الملوخية. خلاص كده جاهزة معايا، وابتديت ان انا انزلها على الملوخية، وبتغلي غلوة واحدة بس، وابتدي ان انا اطفي عليها خلاص كده. مش هسيبها على النار تاني يعني. وكمان قوام الملوخية ده ده اللي انا حباه، يعني حلو جدا جدا. الرز بقى هنا هبتدي ان انا اغرفه زي ما انتوا شايفين كده، مفلفل خالص يعني تحفة، ولونه حلو جدا جدا، وريحته كمان كانت حلوة قوي. هاغرف بقى كل كمية الرز كده في اطباق، وبعدين هبتدي ان انا انزل اغرف كمان لسان العصفور. برضو كان استوى، والطريقة اللي انا بقولكوا عليها دي حلوة جدا جدا. يعني ما بتاخدش وقت على النار، مجرد ان هو بيغلي غلوة واحدة بس بنطفي عليه، وبعدين بيتقل طبعا معانا. وقت التقديم بنبتدي ان احنا نزوده شوربة ونسيبه يغلي كمان غلوة، وبيطلع معانا ريحته وطعمه حلوة جدا جدا. بصوا كمان هنا الملوخية هبتدي برضو اقدمها معاكم كده. بصوا قوامها، بصوا ده القوام اللي انا عايزاه. قوامها حلو جدا جدا، ريحتها كانت حلوة قوي. فعلا بتختلف ان احنا بنعملها بالارانب عن الشوربة العادية خالص. يعني دي طعم ودي طعم، بصراحة كانت ممتازة جدا جدا. والارانب كمان بقى حطيت كده شويه من الخضره كده في الطبق من تحت، وابتديت ان انا احط عليها كده الارانب. بصوا لونها تحفه. ويعني الكاميرا اصلا مش جايبه السفره كلها، بس يعني سفره ممتازه وما خدتش مننا وقت نهائي. ما خدتش وقت خالص. كنا جهزنا السفره دي كلها، والرز مفلفل، وريحتها كانت الاكل كله ريحته حلوه جدا جدا. يا رب لو وصلتوا للحظه دي متنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة، وطبعا كومنت حلو لو الوصفة عجبتكم، ولايك للفيديو، ومع السلامة.